عندنا ولا يا اخوان مالناش دعوه، هم اللي بيفضحوا نفسهم. 100 مره اقول لهم المشي البطال هيوديكوا ورا الشمس، مفيش فايده، ما بيسمعوش الكلام. يا عم دمك تقيل. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في مملكه هتعمل لايك ولا مش هتعمل زي كل مره؟ مش كل مره تتفرج على الفيديو للاخر وبعد كده ما تعملش لايك. انا بستفاد من اللايك بتاعك يا صاحبي، ما تبخلش عليا. زي ما قلت لك انا نفسي تبقى فرد من افراد المملكه. اعمل اشتراك وخليك فرد من افراد المملكه اللي ان شاء الله هنغزو ايه؟ انا قاعد مكاني ومحدش اساسا، ما فيش غير 2 3 اللي بيتفرجوا عليا من جيراني ومراتي وعيالي، فمش مشكله عادي. يا عم دمك تقيل. قاعد لا بيا ولا عليا يا ريس ولا لك يقول لك ده اتقبض على ايه ايهاب. مين ايه ايهاب دي يا جماعه؟ قال لك دي بلوجر كبيره ومعروفه. ادور على ايه ايهاب دي الاقيها داخله على ال1,000,000 متابع. يا ليله سودا، 1,000,000 متابع عشان ايه؟ بتعمل ايه؟ ايه اللي بتقدمه عشان يجي لها 1,000,000 متابع؟ ما علينا، مش مشكله. طب اتقبض على ايه ايهاب ليه بقى؟ قال لك يا صديقي ان ايه ايهاب دي اتقبض عليها في حدائق الاهرام في شقتها اللي واخداها هناك، ومعاها 860 تربه حشيش. يا ليله سودا، يا ليله سودا. عزت حنفي التاني 860 تربة حشيش ليه؟ وده استخدام شخصي ولا اتجار؟ ما انا عايز افهمك يعني، ده استخدام شخصي ولا اتجار؟ ما يمكن انت المزاج عالي والدماغ عاليه، ما يتلفش املك غير 860 تربة حشيش. حرمه سعران. مهم ان ايه ايهاب دي كل اللي عندها 22 سنه، يعني لسه شايله البامبرز من 3 سنين بالظبط. مش فاهم يعني ازاي تتاجر في المخدرات؟ بيخرجوني شعوري، لكن انا جوايا ست مؤدبه. لكن ايه ايهاب دي اصلا من رود الفرج وعندها 22 سنه. واخده الشقه بتاعتها دي في حدائق الاهرام لمزاوله النشاط المشبوه هي وعشيقها. مش هنقول عشيقها، هنقول زي ما بيقولوا ان جوزها عرفي اسمه رامي. طيب المباحث لقت عندها 860 تربة حشيش، عندها كذا تليفون ما بين ايفون وما بين سامسونج، ولقوا عندها مفاتيح 3 عربيات. بسم الله الله اكبر. ايه ده؟ هو التيك توك بيجيب قوي كده؟ هو التيك توك بيجيب فلوس كتير قوي كده يا جماعه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه. 3 عربيات، 2 بي ام وواحده تويوتا كرولا، وعربيه موجوده اسفل العقار BYD. ماشي، نقول ماشي، دي ممكن التيك توك يجيب الBYD، لكن الباقيين دول كلهم ايه اللي بيجيبهم؟ المهم ان ايه ايهاب هي وعاشقها اللي اسمه رامي او جوزها العرفي زي ما بتقول حبسوا لمده 45 يوم على ذمه التحقيق. الكبير عليك يا كبير. طب ايه العقوبه اللي بتنتظرها ايه ايهاب؟ اعتقد ان هو في قانون العقوبات ان هو تجار في مخدر الحشيش سواء بكميات كبيره او بكميات قليله، بتتراوح العقوبه ما بين مؤبد وما بين اعدام. يعني ممكن نلاقي ايه ايهاب دي متعلقه قريب على شبل المحنقه. يا عم دمك تقيل. ما احنا قلنا يا اخوانا امشي عدل يحتار عدوك فيك. يعني انت مش فاهم، انت عيله كلك 22 سنه ومن حي شعبي من رود الفرج، ايه اللي يدخلك في السكه دي؟ المهم ان هم لقوا 860 تربه حشيش في شويله عندها في الشقه، واعترفت ان هي الشقه دي واخداها كوكر الاتجار في المخدرات وممارسه السيكو سيكو مع مين الله اعلم. انا مش عايز ايه اخوض في اعراض حد، احنا بنتكلم، احنا عندنا ولا يا اخوان مالناش دعوه، هم اللي بيفضحوا نفسهم. ودلوقتي ايه ايهاب هي والاخ رامي اللي معاها اللي كان موجود معاها اللي هو بيقول جوزها عرفي محبوسين على ذمه التحقيق لمده 45 يوم. 45 يوم يعني خلاص كده لبسوا في حيطه. ويا باشا دي تحريات وده تلبس، والحاجه دخلوا لقوها في الشقه عندهم وخلاص القضيه لابساهم ولا حد هيطلعهم. وكده عنبر التيك توك اهو زاد واحده. اللي قبل كده كانوا اتجار في البشر وحاجات من دي وافعال منافيه، دي مخدرات وافعال منافيه. الجوز جمعت الاتنين مع بعض. نازله من البوكس دلوقتي. جبت الجبروت ده منين؟ ده انت كل كذبله 22 سنه. جبت الجبروت ده منين انك تتاجري في المخدرات وتعملي سيكو مع انا كده خلصت الفيديو. ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب فعل زر الجرس عشان تبقى صاحبي وحبيبي وكفاءه. قلت لك هتبقى فرد من افراد المملكه. سلام.